يا دكتور، أقوم أغسل وشي ألاقي دم في أسناني، إيه المشكلة بقى؟ اولا الف سلامه على حضرتك. ثانيا دي مشكله بالنسبه لنا شائعه ان اللثه تبقى ملتهبه وغير صحيه وبتجيب دم. تعالوا نتكلم في البدايه عن اسباب اللثه الدمويه او اللثه الملتهبه. وجود الجير ممكن يعمل التهابات ومشاكل في اللثه. وجود امراض في الدم زي السيوله ممكن تعمل مشاكل التهابات في اللثه. الجيوب اللثويه يعني انحشار الاكل ما بين الاسنان ممكن مع اقل لمسه برضه يعمل دم في اللثه. وجود تزاحم ما بين الاسنان ممكن يخلي اللثه تبقى راكبه على بعضها شويه وبرضه يعمل بالنسبه لنا دم والتهابات في اللثه. ده غير طبعا طرق غسيل الاسنان الخاطئه والعنيفه شويه اللي بتجيب برضه ده، واللي هنتكلم عليها في فيديوهات قادمه ان شاء الله. طيب ازاي نعالج اللثه الدمويه او اللي فيها مشاكل؟ فكره تجنب ان انا اغسل اسناني علشان اللثه بتجيب دم دي اكبر كارثه ممكن تعملها في نفسك. هو الاهم والمفروض ان حضرتك تستمر على الغسيل حتى لو اسنانك بتجيب دم. اللثه بالظبط عامله زي العضله، كل ما مرنتها اكتر تجيب دم اقل، كل ما اهتميت بيها اكتر تبدا تكون الياف قويه وصحيه والمشاكل اللي فيها تقل. لكن كون ان انت بتتجنبها الالتهاب بيزيد والمشاكل بتكتر تفضل تجيب دم. فنصحكم بغسيل اللثه والاهتمام باللثه، لان اللثه عضو مهم جدا جنب الاسنان، والاهم من ذلك تعرف سبب نزيف اللثه ايه في الاول، بعد كده تبقى تعالجه. بتمنى لكم لثه صحيه وقويه مع ابتسامه جميله.